بداية نتقدم بالشكر العميق إلى السادة أعضاء المجلس والسادة ممثلو المجتمع المدني وساكنة الجماعة على حضورهم القوي لتلبيتهم دعوة هذه الرئاسة للمسيرة التي تعبر عن الفرح والابتهاج بهذا الإنجاز التاريخي المتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبهذه المناسبة نجدد الشكر إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذه المسيرة الاحتفالية، وخاصة رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وقائد قيادة تيمور، وشكرا. الحمد لله اليوم نظمنا واحد المسيرة برئاسة رئيس جماعة أي تيمور، رئيس جماعة أكافاي، والمشاركين كاملين اللي شاركنا في هذه المسيرة اللي كتعبير كوفرحة للقرار الأممي اللي الحمد لله فرحنا به، وكنتقاسموا هذه الفرحة مع جلالة الملك. دائما نحن وراء جلالة الملك الله ينصرو، والحمد لله أن الساكنة كلها فرحانة بهذا القرار، وكنتمنوا من الله تبارك وتعالى أننا نكونوا عند حسن ظن الجميع. ودائما كيف كنقولوا الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كما أود أن أشكر المجلس الجماعي لأي تيمور والمجلس الجماعي لأكافاي على التضامن ديالهم معنا لنجاح هذه المسيرة، وكنشكروا وسائل الإعلام اللي كيواكبونا دائما في هذه المرحلة المراحل الوطنية الحمد لله. وكنشكر السلطة المحلية من قائد أي تيمور وقائد قيادة أكافاي والدرك الملكي والقوات المساعدة وكل من ساهم من قريب ومن بعيد لإنجاح هذه المسيرة. والسكينة هي كتعبر بفرحتها دائما وراء جلالة الملك، سكينة أي تيمور دائما وراء جلالة الملك نصره الله. حنا كما كتشوفوا حنا فرحانين والحمد لله، يعني جماعة كبيرنا وصغيرنا في الضوء وفي الجهود ديال صاحب الجلاله نصره الله. حنا فرحانين وكنأيدوا القرارات ديالو، حنا معاه.